تعالوا معايا النهارده هعمل معاكم رز بسمتي بريش البقر المدلل. بتيجي الريشه دي بتيجي مبهره ومتبله وبتستوي 12 ساعه في قلب خشب معين، بتطلع مدخنه كده وطعمها جميل. دلوقتي احنا بنشتريها في قلب كيس بلاستيك تخين كده، بقص الكيس واجيب الفوين كده واحطه فيها، وبحب انا احطها كده في الفرن، الفها في الازير واحطها في الفرن تتشمع. بدأت بقى كده، جبت قدر على النار وحطيت فيه البصل وحطيت المكسرات مع معلقتين زيت الزيتون، وهنفضل نقلب فيهم لغاية ما يستووا. استوى خلاص والزبيب بتاعي اتنفخ، طلعتهم. خليت شوية بصل، طلعت المكسرات وشبت شوية بصل. وبعدين جبت بقى حضرت الرز اهو مبلول، وجبت البهارات. هنجيب بقى معلقة بهارات كبيرة، بهارات لحمة، وهنجيب نص معلقة فلفل اسود، وهنجيب نص معلقة كاري، وهنجيب كمان معاهم معلقتين ملح. هي دي البهارات اللي انا حطيتها. خلاص كده نقلب تقليب كويس، وهنفضل نصفي الرز بقى اهو. الرز تضاعف هنصفيه ونحطه. واحنا بقى بنحطه في الرز كده بنوريكم اللون بتاعنا هيخلي ازاي الرز بقى لونه كهرماني وجميل. شايفين لون الشوربة بتاعتنا؟ على فكرة الريش وهي في الفرن خرت كده شوية إدام، رحت حطاهم فوق فوق الرز. خلاص كده هو استوى، غلى كده وغطينا عليه وسيبناه يستوي. طلع عندي من النتيجة اللي انتوا شايفينها دي، نتيجة جميلة جدا ورهيبة، جميلة جدا. جربوها وقولوا لي ايه رأيكم.